هاي جايز، ازيكم؟ النهارده هنعمل فراخ بانيه مقرمشه قرمشه مش طبيعيه. اسمعوا كده. وكل ده هنعمله محسوب السعرات، بدون قلي، بدون بيض، بدون دقيق، بدون ألف خطوة ونكركب المطبخ ونبوظ الدنيا. يلا بينا نبدأ على طول. عندي بول كبير هحط فيه زبادي عادي، يا ريت يكون خالي الدسم او قليل الدسم. هحط عليه زيت زيتون، وكمان هحط بقى شوية توابل هتخلي البانيه في حتة تانية خالص. عندي بصل باودر مسحوق الهيل او اللي هو الحبهان مطحون، ممكن تحطوا 3 حبات حبهان لو حابين. عندي كمان فلفل اسود، طبعا توم باودر، وعندي كمان هحط توم مهروس، هحط كمان مستردة او خردل، وهحط خل. لو مفيش خل ممكن تحط عصير ليمونة. عندي بقى ميكس توابل، كركم وكاري وبابريكا وزعتر وبقدونس وريحان. هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو. وهحط كمان صويا صوص وشوية كاتشب، وهقلب تقليبة حلوة قوي. ده البيست بتاعنا اللي هحط فيه صدور الفراخ. انا عندي صدور قطعتها شرايح متساوية، السمك اللي انتوا عايزينه، وهحط فيها هحطها في التتبيلة واقلبها كويس قوي بايدي علشان تبقى كل الصدور اتشربت واتغطت كويس قوي من التتبيلة. وبعدين هغطيها بكلينج فيلم وهحطها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. لو عرفتوا تبيتوها ليلة بتبقى خطيرة. ميزة التتبيلة دي ان هي بتعمل كوتنج حلو قوي، مع بتلزق الكوتنج بتاع الصدور الفراخ حلوة قوي. مش محتاجين بيض ومش محتاجين دقيق ومش محتاجين كل ده. فهنسيبها ليلة مثلا كاملة علشان تشرب تشرب التتبيلة كويس قوي. الكود بقى عندي اللي بره سهل قوي، كورن فليكس اي نوع انتوا بتحبوه. وبعدين هحط عليه زعتر وبقدونس مجفف وريحان او التوابل الايطاليه، وهفرمه بايدي زي ما انتوا شفتوا كده. وبعدين هحط فيه صدور الفراخ واطبطب عليها كده بايدي بالراحه. هي كده كده يعني هتاخد كوتنج لوحدها وهيلزق فيها ومش هيتشال ولا كانها مقليه، صدقوني هتدمنوها. هبططها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا هنفضها من الاكسترا كورن فليكس اللي عليها زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبدأ ان انا ارصها في الطبق. عندي فيكو ان انتوا تفرزوها كده وتطلعوها على طول على الاير فراير او على الفرن تتحمص او تستوي يعني من غير قلي. انا عملت نص الكمية وشلت نص الكمية التاني في الفريزر. دي الطاسة بتاعة الاير فراير بتاعتي، حطيت عليها بخاخ زيت الزيتون اللي انتوا شايفينه. حاولوا ما تبخوش كتير لان هو فيه سعرات برضو، فبرضو خليكم مقننين قوي في البخة بتاعته عشان ده زيت برضو. فهحط صدور الفراخ على هحطها في الاير فراير كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هرجع برضو ارش عليها زيت زيتون تاني علشان يبقى في بعض الدهون فوقيها وتحتيها علشان ما تلزقش. هي كده غير لاصقه الاير فراير، بس انا بحب عشان حتى تاخد لون حلو كده جولدن ويبقى طعمها حلو. عشان كده كمان حطيت معلقه زيت زيتون في التتبيله. حطيت الشبكه وحطيت فراخ تانية عشان انا عارفه ان الكاباسيتي او حجم الاير فراير عندي بتساعي. زي ما انتوا شايفين حطيت كده، قفلتها وظبطتها على 44 دقيقه. دي لما خرجت عندي ما قدرتش استنى، دقتها على طول. اما خرجت عندي كانت مقرمشه قوي قوي قوي، فظيعه وجولدن. ولادكم هيحبوها قوي قوي قوي. اسمعوا كده القرمشه تاني. تحفه يا جماعه، مش ممكن، ادمان. وانا بقى بقطعها يعني ولا احسن شيف. وطبعا انتوا بتعملوا السمك اللي انتوا عايزينه. انا عملت منها التخين شويه، لو بتحبوا التخين شويه اعملوها كده، بتطلع مستويه وطعمها كتير 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 طيب. تحفه يا جماعه. طيب سعرات الأربع قطع من صدور الفراخ 352 سعر حراري، فيهم 14.3 جرام من الكربوهيدرات و9.7 جرام دهون بس. والبروتين 63.9 جرام من البروتين، كمية البروتين عالية جدا علشان كمان الزبادي ده غير صدور الفراخ. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتدعموني كالعادة، واشوفكم على خير.